فقط للتوضيح نشرحوا شي شويه اكثر هذا العسل المانوكا. عسل المانوكا هو عسل نيوزيلاند، واحد الشجر سميتو المانوكا. علاش هذا العسل المانوكا مزيان؟ بزاف ديال الدراسات بينوا انه عنده واحد الخاصيه مضاده للبكتيريا، خصوصا على مستوى حمضي، على مستوى المعده فين تنمو بكتيريات اللي كتعيش تقدر تكبر بحال الهيليكوباكتير بيلوري. العسل هذا ديال المانوكا فيه بزاف ديال الدرجات ديال لا بيورتي ولا ديال التركيز. ولا شنو هما لي زانديس اللي كيكونوا واحد جوج ديال لي زانديس. كاين الام جي او اللي هو الميثيل غليوكسال. هذا الميثيل غليوكسال ما حدو طالع هو اللي تيعطي اونتي ماكروبيال اكتيفيتي، يعني هذاك العسل الا درناه في واحد الوسط فيه ميكروبات واش يكبح النمو ديالو. فالام جي او ولا الميثيل غليوكسال ما حدو طالع، ما حد العسل تيكون قوي. الا ان في المغرب راه عندنا مجموعه من انواع ديال العسل اللي هما مهمين. البوبلير ديال الزنداز، الزعتره، الزعتر، الشوك، لو فورم، السدر، بزاف ديال الانواع ديال العسل. عندنا واحد لو باتريمون كبير ديال العسل في المغرب اللي عنده قيمه مزيانه. لاغبوزيه، العسل ديال لاغبوزيه، العسل ديال الخروب. بارطاج لي هذه المعلومه مع صحابك، اكيعاون ربي.